حد قبل كده دخل علاقة وكانت عبارة عن نار وجنة في نفس الوقت، لا عارفين ترتاحوا ولا عارفين تبعدوا. في كتير مننا فاكرين ان توأم الروح ده هو الشخص اللي بيدخل حياتنا ويحل لنا كل مشاكلنا ونعيش معاه في تبات ونبات، بس الحقيقة صادمة. بمعنى اللي فاكر الشخص ده حب حياته او حب حياتك ممكن يكون مجرد دين بنسدده. تعالوا نعرف الحقيقة ما بين توأم الروح والعلاقة الكارمية، وليه احيانا بيكون الوجع هو الطريق للشفاء. في البدايه كده، يعني ايه علاقه كارميه؟ العلاقه الكارميه دي بتبقى عامله زي المغناطيس بالظبط، انجذاب رهيب في الاول مليان دراما، وهدفها مش انك تعيش سعيد خالص، انما هدفها انك تتعلم. وعلاماتها بسيطة وبتبدأ بسرعة جدا، وبتحس وانت في العلاقة دي بشوية طلوع في المشاعر وشوية نزول، يوم حاسين بان احنا في السماء ويوم حاسين بان احنا في سابع ارض. وعلشان اوضح اكتر، زي واحده كده لما بترتبط بشخص توكسيك سام يعني، وكل ما تنفصل عن الشخص ده بترجع له تاني وهي متاكده وعارفه ان الشخص ده بيأذيها، وهنا طبعا مش بتحبه بالمعنى الصح، انما هي محبوسه في دايره كارميه لحد ما تتعلم انها تحب نفسها وتحط حدود للعلاقه. العلاقه الكارميه دي بتنتهي فعلا لما الشخص ده بيتعلم الدرس. شوف بقى هنا توأم الروح. توأم الروح مش شرط ابدا ان يكون حبيب او حبيب، ممكن يكون صديق، صديقه، اخ، اخت. بس في الجانب العاطفي الشخص ده هو اللي بيطبطب على روحك، وهدفه طبعا انه يدعمك ويحسسك بالهدوء ويكون دافع ليك، بس بشكل هادي ومريح طبعا. زي مثلا لما يكونوا اتنين متجوزين بقالهم 20 سنه لسه بيعرفوا يضحكوا مع بعض، بيفهموا بعض من نظرة. الخناقات اللي بتكون ما بينهم ما بتكونش تكسير عظام، إنما بيكون مجرد نقاش للوصول للحل. توأم الروح هنا هو الشخص اللي بيبني مش بيهد. ازاي تفرقوا ما بينهم بسرعة كده؟ العلاقة الكارمية في الشعور الأول انبهار وخوف ولهفة مبالغ فيها جدا، وبتكون علاقة مرهقة جدا وغالبا بتنتهي زي ما قلت. طبعا بتغير شخصيتك بس بعد وجع. إنما توأم الروح حاسس بالراحة بالأمان، شخص بيعليك ما بيهدك، علاقة مستمرة طول العمر. علاقة كده بتخليك النسخة الأفضل من نفسك. والسؤال هنا، طب ليه بننجذب للعلاقات المتعبة دي؟ عشان ببساطة أحيانا ناس كتير بتنجذب للعلاقات اللي بتوجعها علشان اتعودوا على ده من هم صغيرين، يبقى محتاجين نصلح حاجة من جوانا. والعلاقة الكرمية مش عقاب أبدا، إنما فرصة لي علشان نتحرر من أنماط قديمة. يبقى لو حسينا إن إحنا في علاقة بتستهلك طاقتنا وبتستنزفنا وبتستنزف صحتنا وشغلنا وحياتنا عموما، ودايما في خناق عمال على بطال، يبقى لازم نقف مع نفسنا وقفة طالما لسه على البر، ونعرف ان الطريقه دي مش طريقه رومانسيه ابدا، انما اشاره لينا بان في درس لسه هنتعلمه. المهم اللي عايز اقوله مش مهم المساعده، المهم انتوا حاسين بايه. ربنا سبحانه وتعالى قال الموده والرحمه عشان يسكنوا قلوب، انما مش علشان نكسر قلوب. لو حد معاه توأم روحه فعلا يحافظ عليه، ولو حد في علاقه كرميه اتعلموا الدرس وامشوا وابعدوا بسلام وبهدوء، ان ارواحكم تستاهل ترتاح. قولوا لي بقى، هل حسيتوا قبل كده انكم قابلتم توأم روحكم؟